اتصلت بيه 3 مرات بقول له يا عم الحاج هو التابلت ده تابلت مدارس؟ قال لي لا، تابلت مصادرات جمارك عامل زي بتاع المدارس، وابعت لك الافراج الجمركي بتاعه. قلت له تمام يا عم الحاج. الناس مستغلياه ان هو مساحته 16 جيجا و2 جيجا رام، يعني انا كمان بكلمه ان السعر غالي على الزبون. قال لي ايه، هبعت لك الافراج الجمركي ولو ما اشتغلش ايه رجعه. قلت له خلاص يا عم الحاج. 7/9 لقيت الناس بتكلمني في المحلات بتقول لي الحكومه في المحلات بسبب التابلت. ليه التابلت ماله؟ قال لك التابلت ده مسروق من وزاره التربيه والتعليم. على طول ما فكرتش رحت متصل بالحاج هيثم. حاج هيثم دلوقتي انا عندي مشكله، التابلت بيقول لك ان هو مسروق من وزاره التربيه والتعليم. ازاي الكلام ده؟ قلت له زي الناس يا عم الحاج، الحقني شوف. والراجل ما اتاخرش فعلا، في ثانيه راح مكلم التاجر اللي هو شاري منه، اسمه احمد جالاكسي من شارع عبد العزيز. حاج احمد التابلت فيه مشكله والحكومه في محلات كوكو انديس. والراجل مشكورا احمد جالاكسي راح الاسم بتاع اكتوبر قال لك انا بعت التاجر، والتاجر ده باع لكوكو، وكوكو عرض البضاعه وطلع بيها لايف. واللي حصل والناس شايفاه والناس سامعاه، اللي بقوله ده بالكلمه هو اللي حصل، ولا في كلمه زياده ولا في كلمه اقل. تقريبا كده احنا محتاجين نوزنها بعد ما سمعنا كوكو بنفسه والكلام اللي قاله. 15 سنه، يعني لو اي حد غيري هيقعد في البلد دي 100,000 عرض اتعرض عليا عشان اشارك ناس واقعد هنا في الصين مدى الحياه واجيب عيلتي، لكن انا عمري ما اكبر غير في بلدي. انا بحب بلدي وبجتهد في بلدي، والبلد دي هي اللي ادتني، وانا واثق مليون المية ان ربنا هيرجع لي حقي، القضاء المصري هيرجع لي حقي. انا ولا سرقت ولا ظلمت ولا عملت اي حاجه. واحد غلط ادى الواحد والواحد ده اداني بضاعه، والتاجر ده معروف وانا شغال معاه. وان شاء الله باذنك يا رب كوكو هيطلع وهنفرح بيه كلنا. هو غلط بس كان لازم يعرف ان الغلط هيخليه اقوى ويتعلم في اللي جاي بعد كده. الفيديو الجاي هرد فيه على سؤالين. السؤال الاول، كوكو كان بيعمل ايه ووصل لفين في الصين؟ السؤال التاني، يا ترى كوكو معاه حاجه تبين حقيقة كلامه؟ شكرا وتابعوني، متابعتكم شرف ليا.